ويا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة أبسط وأطعم كشري اسكندراني ممكن تجربوه. يعني في حلة واحدة هيطلع معاكي كشري مبهر ومفلفل بلون الذهبي اللي بيجنن. يعني أكلة بسيطة في مكوناتها لكن غنية جدا بتفاصيلها، مع شوية إضافات كده هنزودها مع الأكلة تزودها غناوة. عبارة عن إيه؟ عبارة عن شوية بطاطس محمرة، شوية سلطة، شوية بيض مسلوق أو بيض مدحرج في السمنة البلدي. تعالوا كده نشوف المكونات معانا عبارة عن إيه. هيكون معانا فلفل اسود، زبدة بلدي، كاري، ملح، كركم، 7 بهارات، زيت، عدس اصفر، ورز مصري. تمام كده. اول خطوة هنبتدي نعملها ايه؟ هننزل العدس الاصفر على الرز المصري، ونبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نغسلهم حلو جدا، نديهم تقليبة حلوة كده ونغسلهم حلو قوي. كده غسلناها وصفيناها وخليناها زي الفل زي ما احنا شايفينها كده. تمام. يلا بينا حل على النار ونبتدي ننزل بالزبدة. وعشان الزبدة ما تتحرقش معانا لازم ننزل بسرعة بشوية زيت. الزبدة بتدي طعم حلو قوي للأكل، والزيت بيديله لمعة حلوة قوي. نبتدي نسيح زي ما احنا شايفينها كده أو ندوب الزبدة. بعدها على طول نبتدي ننزل بالعدس والرز مع بعض. أهم حاجة يكون متصفي حلو جدا، ما يكونش فيه مية زي ما احنا شايفين. الحباية معايا ناشفة وزي الفل. طب الكمية قد ايه؟ كوبايتين رز وكوباية عدس. وطبعا انت لو العدد اكتر ممكن تزودي، العدد اقل بتقلل، يعني على حسب لعدد الافراد الاسرة اللي عندك. تمام. ونبتدي نقلب حلو جدا لحد ما احس ان الرز والعدس بدأوا اللي هم ينشفوا شوية معايا في التقليب. التقليب ده اللي بيخلي الرز معايا مفلفل، يعني ما تستعجليش على طول وتروحي جايه حاطه الميه، هو ده اللي بيخليها تعجن. بعدها على طول نبتدي ننزل بالبهارات اللي احنا قلنا عليها، عبارة عن فلفل اسود، 7 بهارات، كركم اللي بيديله لون حلو قوي، ملح، كاري. جربوا بس البهارات اللي انا بقولك عليها دي بتدي للاكله طعم تحفه. يلا بينا نقلب حلو قوي. هنفضل نقلب كده لحد ما احس ان البهارات ريحتها طلعت معايا والرز معايا ناشف وزي الفل. طبعا مش هنوصل لمرحله ان هو يبقى مقرمش، لا يبقى ناشف معايا. تمام، يعني اهم حاجه التقليب ده. بعد كده هنبتدي ننزل بالميه السخنه. لو نلاحظ كده ان اللون اختلف شويه، ده بسبب الكركم اللي احنا حطيناه، بيديله لون حلو قوي. طب الميه هنحتاجها قد ايه؟ يعني يا دوب ازيد من على الوش شويه، حاجه بسيطه خالص عشان العدس. تمام، يعني حاجه بسيطه جدا. ونبتدي نغطيها وعلى نار هاديه خالص ونسويها. هنعمل جنبها ايه الاكله دي؟ هنعمل جنبها بيض مسلوق. عايزه تعملي بيض مدحرج، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن بتسلقي البيض وبعد كده في سمنه بلدي وتبتدي تقلبي البيض معاكي، هو ده البيض المدحرج. مش حاجه جامده يعني. بعد كده تبتدي تنزلي الميه وشويه ملح عشان يبقى سهل في التقشير معاكي، و7 دقايق من غليان الميه وتطفي على طول البيض. مش قادره اقول لكم على ريحه البهارات اللي احنا حطيناها عامله ازاي. وزي ما انتوا شايفين اللون الذهبي ده جاي بسبب الكركم والكاري اللي احنا حطيناه، بيديله غناوة كده ولون حلو قوي، اللي هو اللون الذهبي اللي احنا شايفينه مع شوية البهارات اللي احنا زودناها، فالأكلة رايحة في حتة تانية خالص. تحفة. الرز معايا مفلفل زي الفل، لا معجن ولا ناقصه مية، والدنيا زي الفل.
من اول الرز من فوق خالص لحد تحت. بس اوضح حاجه للناس اللي مش من مصر بتتفرج عليا، ان الكشري الاسكندراني دي محافظه في مصر نفسها بتتميز بالكشري الاسكندراني، وبياكلوا معاها سمك مشوي. بس احنا النهارده هنعملها بيض مسلوق وبطاطس محمره. كده نشوفه عن قرب، الحبايه بحبايتها ومش متعجنه خالص وزي الفل، وريحتها حلوه قوي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. هنعمل جنبها شويه سلطه بقى، عباره عن شويه شطه، شويه كزبره، شويه كمون، ليمون، ملح، طماطم، خيار، خضره، فلفل. نبتدي نجيب بوله وننزل بالمكونات اللي احنا قلنا عليها دي كلها. ننزل بالطماطم، سلطه بسيطه جدا، خيار، شبت، كزبره، بقدونس. السلطه دي خلي بالكم بتدي طعم حلو قوي. فلفل اخضر، عايزه حامي او بارد انتي وراحتك. انا عملته بارد بس حطيت شويه شطه. وبعد كده شويه كمون، كمون تحفه 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 في السلطه. ليمون، ملح، شويه كزبره. يلا بينا نقلب كل اللي احنا قلناه ده مع بعض. بعدها ننزل شويه خل، خل ابيض، وشويه زيت زيتون. عايزاكم تجربوا السلطه دي، بتدي طعم تحفه. هنعمل جنب الاكله دي شويه بطاطس محمره ما حصلتش. الأداة دي لو عندكم، لو لاقيينها في أي مكان ما هاتوها هاتوها. تحفة، بتقشر سريعة جدا ما شاء الله وتحفة. وبكده نكون خلصنا وصفتنا، طبق بسيط لكن مليان تفاصيل ويفتح النفس، مع طبق سلطة فريش عملناه مع بعض رهيب. وعملنا شوية بيض مسلوق وبطاطس محمرة، ميكس كده مع بعض بيدي للأكلة طعم تحفة. أتمنى تجربوها، وصحة وعافية للي يجربها. وأتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وسلام.